السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في أولى حلقات بودكاست مدرسين رحلة صعود. في الحقيقة النهاردة عندنا ضيف مميز أوي، يعني شخص كرس حياته كلها للتعليم والتأثير الإيجابي على طلابه. في الحقيقة كمان ضيفنا مش مجرد مدرس، هو يعتبر ملهم لطلابه بشكل كبير جدا. بيتميز بأسلوب مختلف عن باقي المدرسين. في الحقيقة أسلوبه فريد كده، ممكن يسيب أثر كبير جدا في طلابه فيما بعد، وده الأكيد طبعا اللي بيحصل. في حلقة النهاردة بقى هناخدكم في رحلة كبيرة جدا في ذكرياته، بداية من طالب كثانوية عامة، أو ممكن نرجع كمان قبل كده طالب ابتدائي وطالب إعدادي، لمسيرته المتميزة كمدرس. هنتعرف فيها كمان على التحديات اللي واجهته كمدرس، يعني ايه القرارات اللي شكلت المستقبل بتاعه، ايه الاسباب اللي خلته يختار مجال التدريس. يعني نقدر نقول ان احنا هنستعد كده ان احنا نسمع قصة ملهمة النهاردة، مليانة بالتجارب الشخصية والنصائح. خلونا نرحب بمستر زكي فكري. ازيك يا مستر؟ حبيبي استاذ محمد. الحمد لله، ايه الاخبار؟ الحمد لله نشكر ربنا يا عم. اتمنى المقدمة النارية دي ما استاهلهاش والله كلها يعني. حضرتك تسأل اكتر من كده طبعا. ربنا اتمنى يخليك يا يكون حبيبي. المشوار سهل كده على حضرتك يعني. يعني الحمد لله خير، ربنا الحمد يستاهل. لله. كتر خيرك، الله يعزك. الحقيقة الرحلة كبيرة، فانا اه متشوق جدا. بقالها سنين يعني. متشوق باسئله كتيره جدا، انا مستعجل اساس ان انا ما ابدا انا حاسس يعني. انت تفرمني النهارده. ولا اي حاجه والله. حضرتك منورنا والله قبل اي حاجه. متشكر خالص يا حبيبي. الله يخليك يا رب. وخلينا كده، تحب حضرتك نبدا منين؟ انا معاك. طيب شوف انت بقى، بس براحة عليا واحدة واحدة حاضر، يعني. عينيا الاتنين. اه احنا نبدا بقى زكي فكري كطالب، بس نبدا من الابتدائي خالص بقى، في البدايه خالص، انت عايز تعرف الحكاية كلها؟ كلها من الاول مم. للاخر في الحقيقه. طب قول لي انت عايز ايه وانا معاك. يعني نبدا مثلا كده بتجربه الابتدائي، البيئه المحيطه بحضرتك ازاي ساعدتك، جو طفولة يعني. الأسرة، الطفولة طفولة كلها. البداية خالص بقى يعني، مم. بالبوادر. البداية طبعا. بص، طفولة طبعا يعني، طفولة بائسة. لا مش بائسة معنى بائسة، بس أنا كنت طفل هادي يعني، باين مش طبعا. مشاغب يعني، باين ولا بتاع مشاكل، مم. ولا عدواني. أنا كنت على قد حالي يعني، هو الولد اللي في حاله شوية كده يعني. اه. بس فطبعا البيئة اللي حواليا يعني، الوالد الله يرحمه والوالدة الله يرحمه. واخواتي كانوا سند كبير ليا. وكانوا دايما شايفين ان انا كويس، انا مش عارف ليه، بس مم. هم كانوا دايما شايفين فيا كده كان حتة. عندهم وجهة نظر. شايفين فيا حتة كويسة كده، انا هبقى حاجة يعني تمام يعني. كانت البداية كويسة الحمد لله في ابتدائي، والمستوى ما كانش بقى اللي هو الطالب الأول اللي على الفصل يعني. مم. قول كده متوسط، فوق المتوسط بشوية يعني، بس ده دايما المستوى. دايما المدرسين عندهم فكرة للطلبة، انا كنت الاول على الدفعة والاول على لا، المدرسة ما والاول على احنا السبع مش قارات هنخدع بقى. لا لا، احنا يعني كان مستوى يعني يا دوب متوسط او فوق المتوسط بحاجة بسيطة مم. يعني، طب فالحمد لله حضرتك على كل فاكر حاجة. اول يوم خالص في الدراسة؟ لا ده صعب شوية اه. يعني، اول يوم دراسة خالص ده لا مش فاكره بصراحة ده. طب حضرتك مواليد كام؟ انا مواليد 14/2/85. 85. امم 14 نظام. اتنين ده عيد الحب، خد بالك ايوه يعني. طبعا طبعا، يعني كان يوم لازم يكون مميز يوم يعني. مميز، اكيد طبعا يوم مميز. ربنا طيب يخليك. ده كان ايام بقى لما كان تالتة ابتدائي شهادة وستة ابتدائي شهادة، صح؟ لا ما عاصرتش انا ستة، لا ما خدتهاش. اه. انا خلصت من 5 على اعدادي على طول لا بقى. دي حتة ما نعديهاش بقى، يعني في اه سنة كده مش انا موجودة في الدراسة. اختصرت انا المشوار اه. شوية يعني. خدنا لحد خمسة وبعد كده طلعنا وطلعنا بقى على اعدادي بقى. اولى اعدادي. اه تمام. الاعدادي بقى الفترة عاملة ازاي؟ اعدادي كانت بالنسبة لي صعبة شوية، ما ليه بقى؟ كانتش سهلة يعني. مم. انا لان في ابتدائي كنت في مدرسة ومكان، واعدادي انتقلت لمكان تاني خالص. فطبعا رحت مدرسة مدرسين جداد، بالنسبة لك ملكش زمايل هناك، صحابك بتوع ابتدائي سبتهم، فانت لسه هتبدأ بقى مشوارك. ايوه. طبعا بالإضافة لفكرة اعدادي تغيير مواد دراسية، مظبوط اه. فكانت اعدادي في البداية بالنسبة لي زي صدمة وموقف صعب، مش عارف اتكيف بسهولة معاه. ولكن طبعا اصدقائي في البيئة المحيطة وجيراني والحاجات دي طبعا بالتكيف معاهم، بدأ المشوار يعني يمشي معايا واحدة واحدة. بس بدأت بقى كدراسة يعني في اعدادي اتحسن فيها شوية، ممكن من تاني اعدادي كده وانت طالع بقى. تاني اعدادي. لكن اولى كانت بالنسبة لي يعني زي صدمة كده، او موقف صعب بالنسبة لي، مش اه. عارف اتكيف لسه بسهولة مش معاه. مش متأقلم على الوضع الجديد يعني. لسه ببدأ أعرف بقى يعني، ببدأ أكتشف نظام مواد جديدة، ببدأ أكتشف أصدقاء، ببدأ أكون علاقات اجتماعية تانية.
انت سبت حياة ورحت لحياة تانية، فبتبقى مم. النقلة دي طبعا بتبقى يعني صعب على الواحد قبل ما يتكيف عليها شوية يعني. طبعا بتبقى مدرسة بنين فقط في الاعدادي. اه انا ابتدائي كانت مدرسة مشتركة، مم. واعدادي كانت طبعا بنين فقط يعني. فطبعا في الفترة دي معرفة الاصدقاء يعني كانت برضو لها دور قوي جدا. فبدأنا انا، وكمان انا مش بتكيف بسهولة مع حد يعني. فكرة تكوين الصداقات بتتاخد تدريجي معايا واحدة واحدة، مم. اللي هو مش هصاحب يعني. ممكن اتعرف على الناس وتبقى علاقتي كويسة بيهم، لكن فكرة تكوين الصداقة كان الواحد بيبقى حذر شوية في اختيار أصدقائه يعني. دي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها. يعني احنا عارفين ان الصاحب ساحب دايما، ما دي المشكلة يا اما صاحب أيوة. ساحب للخير يا اما ساحب للشر بقى. هيضيعوا. طبعا في علم النفس يقول لك ان الفترة دي تقريبا او الثانوي عنق الزجاجة. اه صح؟ طبعا لو انت لو طبعا. خرجت منها سليم فانت معافى بقية حياتك كلها. هما الأصدقاء فكرتهم الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية يعني. أنت مم. ممكن صديق يديك طاقة إيجابية يرفعك لفوق، صحيح. وفي صديق يديك طاقة سلبية يضيعك. مم. انت لو طالب بيذاكر وصاحبه كلمه قال له انا ماليش نفسي اذاكر ومخنوق، انت هتقفل المكالمه معاه، هتقفل كتابك انت كمان، تمام. تتاثر صح. بيه. مم. ده زميلك لو على لسانه كلمه معينه دايما يقولها، هتلاقي نفسك انت رخر بتقولها. ما هو انا دايما بقلد. تمام. مم. انا كنت محظوظ بقى لان انا اصدقائي وهم جيراني ومعارفي كانوا ناس تقريبا افضل مني. يعني ناس كويسه جدا وناس ده محترمه تواضع طبعا جدا. يا مستر. لا بجد صدقني، فانا استفدت منهم يعني. انا كاصدقاء كجيران الحمد لله انا شايفهم كلهم لهم مراكز في المجتمع كويسه جدا. الخبير في مجاله التعليم، والخبير في مجال الطب والصيدله، ومجال السياحه، مجال التكنولوجيا. مم. الناس بصراحه يعني ربنا وفقهم، وانا استفدت منهم. ما شاء الله. ففكره الصداقه في اعدادي وفتره ثانوي طبعا دي كانت فكره لا، يعني. فترة ثانوي احنا لسه هنجيلها دلوقتي، احنا لسه اه قدام تانية اعدادي، لسه ما تالتة لا اعدادي بقى الفكرة قصة في كبيرة. إعدادي كان أصدقاء كلهم من الجيران والأقارب مم. والحبايب يعني، وناس هم أفادوني كتير جدا يعني في حياتي. جبنا بقى المجموع في تالتة اعدادي. اه الحمد لله. هنا بقى كان في اختيارات تانية غير ثانوية عامة ولا هي لا لا خلاص لا، هو ثانوية؟ الاتجاه كله كان ثانوي، حتى في مم. البيت كان الاتجاه كله ثانوي، وتفكيرنا كله ثانوي يعني حضرتك الابن الكبير ولا لا أنا الابن أصغر التاني؟ واحد. اصغر واحد. أيوه. الابن المدلل يعني. يعني يعني عشت بقى فترة الابن المدلل ولا المسؤولية لا من واحنا صدقني احنا صغيرين؟ يعني اخويا الكبير خالص يعني ليه فضل عليا كبير طبعا في مم. حياتي، واخويا الاكبر مني بحاجه بسيطه طبعا يعني كان داعم برضه ليا قوي. فاحنا ثلاثه اخوات مع بعض، ما فيش فرق بيننا. 3 صبيان اه فقط. ثلاثه صبيان، ايوه ما فيش فرق بيننا، ومعامله حاجه واحده، ودايما ساندين بعض يعني، مم. فنشكر ربنا على النعمه دي. طبعا. مم. جينا بقى لتالتة اعدادي، النتيجة طلعت والمجموع ثانوية عامة. ايوه خلاص دخلنا اولى ثانوي. دخلنا اولى ثانوي. ايه بقى الحياة في اولى ثانوي؟ مرعبه. ليه بقى؟ حياه كلها دربكه. مم. انت داخل برضو فتره جديده، لقيت مواد جديده، مم. لقيت مواد كيمياء، فيزياء، احياء، فلسفه، عربي، انجليزي، فرنساوي. فهحجز دروس، هبدا اروح مدرسه. طبعا كان عندنا حضور في المدرسه. طبعا. كان الحضور قوي جدا جدا في المدرسه كمان يعني. مم. فطبعا ومفيش وقت بقى. يعني مشكله اولى ثانوي ان انت ما عندكش وقت تقعد تذاكر. غير كمان بقى مشكله اولى ثانوي كمان مفيش الشغف لسه يعني. محددناش اي حاجة خالص. انت لسه تايه اصلا. انت عشان تحدد انت ميولك ايه، انا لسه بادئ مرحلة مش عارف فيها مخ هيمشي ازاي. مش قادر تقرر يعني. مش قادر اقرر. مم. بس طبعا البوادر كلها ان انت يعني كطالب مهتم بالتعليم. مم. يعني البوادر كلها انت ماليش انا في مجال زي ما قلت لحضرتك في البداية، احنا يعني واخدين الطابع الهادي شوية، مم. فملناش في مجال الشغب او العدوانية او الكلام ده. فكان الفكرة تركيز برضو في التعليم، لكن انا كاحدد اهدافي وانا عايز ابقى ايه مش عارف لسه. لسه. ما كنتش عارف، كنت طيب. لسه محتار، بحاول اكتشف الدنيا. غير انت بتحاول تكتشف نفسك كمان وشخصيتك وفكرة المراهقة. كان النقطة اللي بتشغل اي حد في الفترة دي هم الاصدقاء. يعني انا فكرة اصدقائي دول كانوا اهم حاجة في حياتي. مم. يعني بيبقى تأثيرهم عليا اكتر من تأثير البيت كمان. مظبوط. طيب انت المواد الكتيرة اللي كانت موجودة دي اكيد بقى في مادة احنا متفوقين فيها، طبعا. ومادة احنا بنفضلها بقى عن الباقي. كنت في مادة ايه بقى؟ بحبها جدا جدا يعني. اكيد مش الفلسفة وعلم النفس، لا اكيد حاجة تانية. لسه بقى الفلسفه ما كنتش لسه يعني بادئ فيها. الماده بقى اللي كنت بحبها قوي جدا يعني واموت فيها بقى مش هتتخيلها. جغرافيا. لا مش جغرافيا. ايه بقى؟ انجليزي.
انجليزي. يا نهار ابيض على اه. الانجليزي عندي ده، انا بص خبير انجليزي. طب دي هتبقى نقطة كويسة جدا في اختيار الكلية فيما بعد، ان احنا شطار قوي في اه الانجليزي، طبعا ايوه. فاكيد جبنا مجموع كويس فيه. ايوه طب تخلي ده سؤال بعدين، اللي هو احنا ليه ما اخترناش الانجليزي اصلا في الكلية، لسه الكلية جاية. ماشي. تمام. بعد المادة الانجليزي هنا اه. الانجليزي. ايوه. هنا بقى طيب، في الابتدائي ما كناش الطالب الاول على الفصل قوي، اه يعني لكن اكيد في اه. الثانوي بقى بدأنا نتحسن من تاني اعدادي، ايوه. صح كده؟ ايوه دي انا طيب. فاكر، انا مم. فاكر البدايه، بدايه تحسني في الدراسه والحاجات دي. كانت الابتدائي. مم. اول مره انا اهتم بفكره ان انا اذاكر او ان انا احضر درس. ابتدائي. احضر درس. اه طبعا احضر درس، انا حصل لي موقف ابتدائي يخلي اي حد يحضر درس. بس فكرة احضر درس في الابتدائي يعني دي فكرة صعبة قوي. احضر درس، ما هو ايه اللي بقى الموقف؟ مدرس. مدرس. مدرس هو موقف غريب شويه يعني، مش حابب تقول اسمه؟ آه، لا يعني ماشي، يبقى اكيد آه، موقف سلبي اي. طبعا. لا مش قوي صدقني، بس هو مدرس يعني سأل سؤال اه. وقوم طالب، فالطالب ما عرفش، فقال له بنبرة كده غليظة شوية مم. خليك واقف، بس الكلمة مرعبة. مم. فسأل بنت، احنا كنا ابتدائي مشترك، ايوه طبعا. فسأل بنت ايه الإجابة، ما عرفتش، خليكي واقفة بنفس النبرة المرعبة. احنا قاعدين في الفصل كلنا كمشانين، انا فاكر كله خايف. رابعة ابتدائي، وكنا تقريبا في الشتاء، كان لابس جاكيت، بحاول انا اخش من اللي عارف التلياقه كده، برفع أيوة. الياقه وعايز اخش جوه، مش عارف يعني. فيسأل فلان ويقوم اللي قدامي ما يعرفش يقف، ويقوم اللي جنبي، وانا بقى ايه الفصل كله كده، مستني الفصل كله يعني يا كده رب ما يقف. يشوفني، بس هو اه. عمال يختار اللي حواليا وسايبني، فانت في ايه يعني، خلصني. ها. فما حدش عارف يجاوب. جه الدور علينا بقى. جد انا اصلا ناسي السؤال، انا مم. من كتر مش بفكر في الاجابه، انا بفكر هو هيعمل فيا ايه. الان. اه فوقفني. عارف بقى لما النضاره نازله هنا كده وداخل عليك ايوه كده النظرة المرعبة دي. اه. اقف. فقلت له هو ايه السؤال؟ قال لي بعد كل دول جاي تسال ايه السؤال؟ فقوم قاله لي، فجاوبته بس اجابه مش مش الاجابة اللي هو مستنيها اه. بقى. اه. قال لي تطلع تجيب لي عصايه. قلت له اجيب لك احلى عصايه. طب ما انا اللي هنضرب بيها. لا اه. هو عادي مش هضربني، مم. انا هضربهم كلهم. قلت له اجيب لك احلى عصايه. تمام. من اليوم ده بقى قلت لا، انا طب مش احنا مش ضربنا بقى هتحط معاهم في ولا لا ما ضربتش ما بصراحه. ضربتش؟ هو كان قد كلمته عشان يعني. البرنامج ولا؟ لا حقيقي. حقيقي. هو ما ضربش حد عامه يعني، هو مم. بس كان هي عامل كفايه كارت. النظرة المرعبة لا دي. كان هو عامل كارت كده عشان خاطر اه. ايه، نبدا يعني نهتم بحاجه زي كده. مم. فاليوم ده بقى قلت لا، ده انا لازم ان انا اهتم بقى بالمذاكره والحاجات دي، لان انا مش عايز اتحط في موقف صعب زي ده كده يعني. يعني نقدر نقول ان الموقف من الابتدائي هو مؤثر في حضرتك. انا ما انساهوش، من انا الابتدائي. فاكره بكل تفاصيله بصراحه يعني مم. الموقف ده. طيب احنا برضو وقفنا عند فكرة، طيب انا اتحسنت من اول تانية اعدادي، الثانوي مم. بقى. ثانوي طبعا انا كنت بهتم بالمذاكره، ما مم. كانش عارف حضرتك انا يعني المنطقه اللي انا كنت عايش فيها حضرتك دي كبيرة عليا والله. يعني انت كبير. حبيبي كبير يعني. عليا. ماشي. المنطقه اللي انا كنت عايش فيها وجيراني واصدقائي في المنطقه عيال دحيحه، مم. العيال كلها بتذاكر. فلما تبقى عايش وسط عيال كلها بتذاكر انت هتعمل ايه؟ لا وبنلعب يعني، مش هقول لك احنا بنذاكر طول الوقت مم. يعني، اللي هو التربيه الكويسه يعني، احنا مصاحبين ناس حلوه. مم. ف... ما هو ده ف... اللي احنا اتكلمنا فيه في البداية، اللي هي البيئة اه المحيطة ايوه أثرت طبعا، بشكل كبير طبعا جدا. ايوه. فلسه قايل لك ان اصحابي كانوا لهم فضل عليا، مم. وكنت محظوظ اني وقعت في شله كويسه، فكان كله بيذاكر، مم. فانا طبيعي لازم اعمل ايه، أذاكر زيهم طبعا. وكان عندنا نوع من المنافسه يعني، ما كانش غيره يعني، ما كانش فيه غيره وكراهيه بينا، لا منافسة لا لا، شريفة. منافسه محترمه، طبعا. ان كل واحد عايز يوصل للهدف قبل التاني، او انت عايز توصل لمكانه كويسه، مم. فكان كله بيسعى. هنا بقى، هل ظهر الطموح لأي حاجة ولا في لسه؟ انه فتره في فترة احنا خلاص دلوقتي أولى ثانوي تانية ثانوي، لسه هنتكلم على تالتة دلوقتي لوحدها، احنا دلوقتي في أولى في اولى وتانية. ثانوي لا ما كانش فيه اي شيء خالص. لأن الطالب معروف في الوقت ده انا كل بس يوم بهدف جديد. ايوه، مم. لدرجه ان انا بدات عارف انت في بوادر كده، انت هتبقى ايه. مم. فكان كل زمايلي يفكروا في طب، صيدله، كليات القمه بقى اللي انت عارفها. تمام. مم. دي ما فكرتش فيها خالص بصراحه يعني، انا ما لقيتش نفسي في كليات قمه من الكليات دي خالص. انا كنت حابب الانجليزي جدا، وشبه كده ان انا عايز ابقى مدرس. طب هل في حد حضرتك شايفه قدوة في المجال ده في الإنجليزي بالنسبة لك؟ طبعا يعني لا هو ده احكيلي يعني بقى. احكيلي.
القدوة بتاعتي يعني. اه. ما هو أصل القدوة ده كلمة كبيرة. اه طبعا. يعني يعني قدوة في وقتها. قدوة في وقتها مم. وقدوة من زمان ومأثر فيا. القدوة بالنسبة لي هو الشخص اللي يفهمني. مم. القدوة والنموذج اللي أنا يعني أحتذى بيه هو الشخص اللي يدعمني. مم. فلما الاقي حد كبير او مدرس ليا بيدعمني، ومدرس ليا مش حاسس معاه بفرق اجيال، مم. قريب مني، لما بقع بلاقيه، لما مثلا اكون واقع في مشكله ممكن احكي له. فده لقيته في مدرسه الانجليزي تحتي، وهي قريبتي بنت خالي، مم. مس اماني. ميس اماني، بنوجه اه شكر طبعا لميس اماني انها ساهمت في صنع الشخصيه العظيمه دي هي ما طبعا. زالت موجوده بتدي دروس طبعا. طبعا مم. ده حوت دروس دي. ما شاء الله. فمس اماني دي كانت اكبر داعم ليا في التدريس. انا ما لقيتش دكتور ان انا اخده قدوه في حياتي، مم. ما لقيتش مهندس ان انا اخده قدوه في حياتي، بس لقيت مدرس خلاص بيعاملني بطريقه محببني في الماده، مخليني شاطر. معلش، في حاجه لفت انتباه يعني، هل ده النهج اللي حضرتك اتبعته فيما بعد مع طلابك؟ اه طبعا. بس انا يعني ليا فقره كبيره جدا على علاقه حضرتك بطلابك يعني، دي هنخليها بعدين برضه. تمام. بس اعتقد ان نفس النهج ده اللي انت اتبعته، ايوه طبعا يعني يعني. نقدر نقول الصوره اللي انت كنت حابب تتعامل بيها بدأت تعامل الطلبه بيها. هي دي بقى اه. النقطه اللي انا حبيت اخدتها من حياتي ونقلتها لشغلي. امم. يعني عظيم انا جدا. انا شفت ازاي ممكن المدرس يأثر في الطالب ويحببه في كلية او يحببه في قسم معين، ويبدأ الانسان ده ينجح في القسم ده بسبب امم. المدرس. امم. كلمة تتقال من المدرس ترفع الطالب للسماء، وكلمة تتقال منه تدمره وتضيعه، طبعا. لان ده طبعا. شخص كبير في نظر للطالب. فالكلمة مؤثرة. فطريقتها معايا واسلوبها في التدريس حببني في المادة وخليني شاطر فيها جدا، رغم امم. الانجليزي ممكن يكون عقبة في طريق طلبة كتيرة جدا. ولا زال العقبه الاكبر مم. هو العربي طبعا في طريق الطلاب كلها. اه امم. ولكن الحمد لله يعني فكان فكرة التدريس بقى بدأت تظهر بقى جوايا. امم. فدخلت في آخر أولى ثانوي، بيعدي علينا كده مدرس معاه استمارات، شوف يلا علم ولا أدبي. احنا بنكرر جوه اللجنة. جوه اللجنه في ايوه اخر يوم في امتحان في اولى امتحان ثانوي. أولى ثانوي. صح كده. اه. بيوزع الورق، يلا اكتب علم ولا أدبي. وانت شايف، حضرتك شايف ان انا دلوقتي مستقبلي بيتكرر؟ أنا ما بصيتش ما لسه لحضرتك ما شغلنيش فكرة دكتور أو مهندس امم. أكتر ما كانت يعني في بوادر لفكرة مدرس. والفكرة دي كانت مسيطرة عليا بقى، يعني أنا شاطر في الإنجليزي وحلو في التاريخ والحاجات دي كلها، فيعني تمام. بس الجمله دي صعبه قوي ان احنا نسمعها من مدرس. اغلبيه المدرسين يقول لك انا كان ليا مجال تاني وهدف تاني، لكن التدريس لا جه لا كده. لا لا هي دي احنا فكرتي مقررين من تانية ثانوي. لا في أولى أنا كان عندي امم. البوادر لفكرة التدريس. تمام. يعني إني شايف في نماذج لمدرسين كويسين جدا. يعني أنا كان حظي كويس إن درس لي نخبة من المدرسين المحترمين قوي، وسابوا فيا أثر في جميع المواد كمان. امم. فانا شايف ان معظم القدوات اللي في حياتي تدريس. فلما جه يوزع الاستمارات واكتب علم ولا ادبي، لقيت طلبه كتير قوي من زمايلي كاتبين علمي، انا كتبت ادبي. حضرتك كنت فين بقى في اللجنه؟ كنت في قاعد فين في اللجنه؟ في اللجنه كنت قاعد البنش التالت من ورا. تالت من ورا، مم. والورقه عماله تلف كله علمي ده انت علمي معاك استمارتك بتكتب فيها اسمك ومش عارف اه، تكتب فيها وهو بقى ايه. بيلف ياخد الورقه. بتكتب انت كل حاجه، اه. هو بيلف يلم بقى الاستمارات دي. تمام. مم. يعني حضرتك كده ما شفتش الناس اللي قدامك كاتبه علمي ولا ادبي؟ لا في انا قاعد كتير بقرر مع نفسي. انا مع مم. نفسي قررت ادبي، انا عايز ادبي، وفي زمايلي كتير بقى بيختاروا علمي. طب انا عايز ادبي، ده مم. قرار فردي ولا كان في مثلا لا مناقشه في البيت؟ لا مم. ده كان قراري، وما كانش فيه اي نوع من المناقشات خالص في البيت عندي. تمام. احترموا القرار وتقبلوه بمنتهى البساطه يعني. حضرتك التجربه الاولى ثانويه عامه ولا الاخوه الاكبر ثانويه عامه؟ لا اخويا طبعا اكبر مني ثانويه عامه. ثانويه عامه علمي ولا ادبي؟ ادبي برضه، كلنا ادبي كنا برضه. ادبي. اه. اه كلنا ادبي. فخلاص قررنا ادبي. قررت بقى ادبي خلاص. مم. عدت اللجنه خلاص، كان اخر يوم عدى. كان خلاص بقى خلص، وكان يوم عادي جدا يعني، بيوزعوا مم. فيه الورق على الكل، واكتب بياناتك واكتب استمارتك املاها وخلاص. كده تمام. نتيجه اولى خلاص عدت، ودخلنا تانية ثانوي دخلنا بقى تانية متخصصين بقى في ثانوي الادبي. ادبي، وتانية مم. كانت ثانويه عامه عندي. ثانويه عامه. طبعا لا نقف انا شويه هنا النظام بقى. اللي هو تانية وتالتة كانوا ثانويه عامه، كان اه، سنتين. نقف شويه هنا فانت بقى. داخل على ثانويه عامه، مم. مجموعك هيدخلك الكليه. شوف علشان الطلبه دلوقتي مش فاهمه يعني ايه
كان مجموع الثانويه العامه سنه تانية وسنه تالتة بيتحسبوا الاتنين على بعض؟ اه صح طبعا، كده؟ ايوه، بجمع و... تانية وعلى وتالتة. تالتة واخد اه، المتوسط. واخد المتوسط المجموع، ايوه بالظبط. وعلى اساسه بقى ندخل الكليه. وعلى اساس اخش بقى الكليه بتاعتي بقى. طيب مم. تانية بقى، المواد اللي فيها احنا شطار قوي في التاريخ، طبعا انجليزي، تمام. عربي، عربي، فرنساوي. فرنساوي، ايوه. وطبعا فلسفه. ولا ما كانش في كانش فلسفه. فيه فلسفه؟ لا ده في ثالثه بقى. في تالتة بس. كانت اختياري، تختار مثلا اقتصاد واحصاء او تختار فلسفه. اه ايوه. مم. امم. طب نتيجة فتانية تانية بقى. فتانية مم. تانية طبعا خلاص انت بقى تخصصك ادبي. تمام. انت انفصلت عن جزء كبير من زمايلك. صحيح. في دروس مم. بقى مشتركة صحيح، لكن في دروس انت منفصل عنهم. مم. ده بقى زود الدراسة اكتر عندي. انت بقيت لوحدك، اثبت نفسك، ذاكر بقى. فتانية كان فيها مذاكرة اكتر من اولى طبعا، عشان ده ثانوية عامة ما كانش هزار يعني. مم. غير بقى تدعيم البيت عندك بقى، ذاكر اجتهد الحاجات دي كلها. جبت في تانية 83%. على فكرة 83 ده زمان كان رقم. حضرتك ثانوية عامة سنة كام الأول؟ دفعة 2000. دفعة 2000. مم. 2000 دي تالتة ولا تانية؟ تالتة. تالتة. دفعة يعني 2000. 99 تانية. ايوه بالظبط. 99 تانية ده وفي التمانينات ده رقم ضخم جدا. يعني كان كويس يعني اه. في البيت كانوا مبسوطين مم. بالمجموع يعني، وكان حلو. كان تمام. دايما تحسب كده، انت في تانية مثلا 80 يبقى انت علمي 90، يعني الادبي لو 80 يبقى كانه علمي 90. اه مظبوط. كان دايما صح. عندهم مم. الفكره دي من التفكير كده يعني. اه 83. كانت 83 في تانية. 83 تانية. دخلنا بقى تالتة بقى. المجموع كويس، بس انا عايز اكتر، لان مم. انا عايز اخش كليه التربيه. في الفتره في تانية بقى، تانية بقى دي اللي طلعت في دماغي فكره ان انا اكون مدرس رسمي. خلاص بقى. خلاص يعني الموضوع. أولى كانت الفكرة، تانية خلاص اولى تطبيق. كان لسه بحاول انا اكتشف، يعني عارف اللي بيكتشف نفسه. مم. بحاول اكتشف نفسي، بحاول ان افكر، لكن كتفكير بقى في مستقبلك المهني بدأ في تانية. انت هتبقى ايه؟ زميلك العلم ده دكتور، ده هيبقى صيدلي، ده هيبقى كذا. انت هتبقى ايه؟ انا هبقى مدرس خلصان. تمام. لدرجه ساعات كنت اجيب كراسه اكتب عليها كده زكي فكري مدرس انجليزي خلصانه. انجليزي. ما هو لحد الان احنا ما هو انجليزي. انا هخش تربيه. مم. انا هدفي كليه التربيه. ما كانش في كليه التربيه قسم علم نفس، ما كانش موجود. حضرتك تربية كفر الشيخ ولا تربيه طنطا؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ. امم مم. وما كانش في قسم علم نفس فيها. فانا طبعا وانا في ثانوي تفكيري ان انا هطلع خلاص انجليزي. تمام. بدات بقى دخلت تالتة. طبعا الفكره خلاص انت بتشتغل وانت خلاص عارف مستقبلك المهني. مدرس خلاص. اه الفكره في دماغي يعني. في تالتة بقى اخدت ماده علم نفس، حبيتها جدا. شفنا بقى علم النفس عامل ازاي. مم. اول مره بقى ادرس علم نفس بقى، حاجه كده في منتهى الروعه. اه طبعا، مين يشهد العروس يعني لا اكيد. بجد يعني اكتشاف ذاتك، مم. تطوير شخصيتك، تفهم الناس، تعزز ثقتك بنفسك. موضوعات مم. بتطور من الانسان. دي حقيقة فعلا. حاجه في منتهى المتعه ان انت بتدرسها. موضوعات انت حابب تشتغل فيها، موضوعات كان نفسك تعرف عنها، مش بس عشان دراسه، عشان حياتك الشخصيه كمان. فحبيت الماده جدا مم. جدا، لدرجه انا جبت فيها الدرجه النهائيه. علم النفس طبعا كانت من كام بقى؟ 50 كانت ولا من 60؟ 50. 50. جاب الدرجه النهائيه 50 من 50. مم. وطبعا بالاضافه للتاريخ كنت طبعا شاطر فيه جدا. في تالتة مجموعي كان حاجه و90%. حاجة و90. كان حاجه و90%. مجموع الاتنين على بعض. صفالي بالظبط 88.5%. ده اعلى طبعا من تانية فانا كنت بكتير. جايب اعلى من 93 او 94% في تالتة. مم. فلما جمعنا المجموعين وخدنا الصافي المتوسط طلع 88. فقابلت في كليه تربيه مرتاح قوي. لا انا عايز بس قبل ما ندخل مم. لمرحلة الكلية، تمام. في فترة الاجازات في الثانوية العامة سواء اولى او تانية في او فتره تالتة. الاجازات. الاجازات. ايوه. طبعا خلاص بقى ملناش دعوة بالدراسة. تمام. فترة الاجازة بقى تمام. كنا بنقضيها في ايه؟ فترة الأجازة كنا في البيت عادي، وممكن سفر، ممكن تقعد في بيتك تلعب مع زمايلك. ما كانش لسه فيه بوادر شغل ظهرت. مم. يعني في فترة ثانوي ما كانش فيه شغل، غير بقى ممكن مثلا شغل بسيط مثلا في مثلا زي شركة صغيرة كده. بس ما كنتش أقدر نسميه شغل يعني. مم. لكن كان في حاجات بسيطة. جزء من الاعتماد على النفس. حاجات بسيطة يعني. مم. بس هي ظهرت أكتر الفكرة دي في فترة الكلية. في الكلية. اه لا احنا لسه بس قبل ما ندخل على الكلية كده الاول، يعني طبيعة حضرتك اللي انا فهمته من المرحلة اللي فاتت، شخصية كده
مع نفسها؟ ايوه. انطوائيه بقى ولا اجتماعيه؟ لا مش اجتماعي، لكن مم. طول متوسط ما بين انطوائي واجتماعي يعني. مم. بس ما كنتش اجتماعي اللي هو منفتح على الناس بدرجة عالية جدا يعني، مم. لا مع مع نفسي نفسي شوية. بقى. اه. طيب لو تفتكر لنا كده، نقول حاجه اثرت في حضرتك برضو كده في الثانويه العامه. عايزين موقف كده لو انت تفتكر من المواقف الكتيره اللي عدت على حضرتك. الضحكه دي في وراها حاجه كتير. مدرس حبيبي يعني، ربنا يديله الصحة. عارف انت لما يبقى مدرس انت شايفه حاجة كبيرة، تمام. وتلاقيه كده واخدك من ايدك كده، يقول لك يلا نتمشى، وبدأ يتكلم معايا عن مذاكرتي وعن مستقبلي. والفكرة ان انا ماشي معاه، انا ماشي مع واحد شايفه حاجة كبيرة. اه طبعا. حاجة بالنسبة لي، احنا كان فكرة احترام المدرس عندنا طبعا. حاجة طبعا. كبيرة جدا، مش زي دلوقتي خالص. اكيد اكيد. دلوقتي ممكن الطالب يكون واخد على المدرس بطريقة عادية، مم. احنا كنا شايفينه حاجة. عارف انت الحياة المصرية الفرعونية القديمة لما كانوا بيشوفوا الفرعون عامل ازاي، اه. فكنا بنشوف المدرس حاجة كبيرة جدا. فالمدرس كون ان ياخدني ويتمشى معايا ويبدأ يحكي لي عن ذاكر، اجتهد، حاول تشوف نفسك، شوف مستقبلك، حاول تخش كلية كويسة، اثبت نفسك. كان مدرس ايه بقى؟ كلام تاريخ. تاريخ. اه. التاريخ يا جماعه يعني اه مدرسين محترمين جدا. بصراحة يعني انا مواقف ما انساهاش. هو ممكن يكون ناسي المواقف ديت، لكن فكرة ان هو يتكلم معايا لو حضرتك حابب تقول اسمه يعني نوجه استاذ له حماده شكر. سليمان طبعا، اكيد أستاذ انت حمادة عارفه. سليمان اه طبعا. طبعا ده حبيبي يعني، مم. وغالي عليا، وصديقي الشخصي دلوقتي كمان ما شاء يعني. الله. فما اثر فيا جدا يعني. مم. ففي مواقف انا ما اقدرش انساها، كانت داعم ليا قوي جدا يعني. طب دي مواقف يعني نقول مواقف كويسه، انا عايز مم. بقى تحديات. في ثانويه عامه. تحديات ثانوية عامة، كلنا بنمر بالتحديات والمشاكل الكتيرة اللي ممكن اه تواجهنا. ايوه ايه بقى طبعا. التحدي اللي ثانويه عامه فتره مش سهله جدا طبعا. يعني، وفتره صعبه. مم. ومن اشد التحديات اللي فيها الضغط النفسي. ضغط نفسي رهيب. يعني ممكن طالب يقول لك انا ممكن اعمل لك اي حاجه بس ما ذاكرش. ساعات الواحد بيوصل لدرجه مش قادر امسك الكتاب، مش قادر اذاكر. عندي وقت، عندي امكانيات، عندي كل شيء، بس مش قادر اقعد على الكتاب. مم. مش قادر استوعب. ممكن اذاكر درس انا كنت مذاكره زمان، افتح الكتاب وابص فيه واقعد وقت ياما طويل مش عارف المه. ضغط نفسي رهيب. ولكن طبعا احنا مفيش وقت، الوقت بيعدي منك، مم. اليوم اللي هيضيع منك مش هيجي تاني. صحيح. اغلى حاجه عند طالب ثانويه عامه هي وقته. بدانا بقى ان احنا يعني نحاول ان احنا نغير افكارنا. يعني مفيش وقت، الوقت بيضيع منك، حاول تنظم وقتك، حاول تشوف اي حل لمشكلتك. بدات نعمل زي عارف جدول مذاكره، وعملت جدول مذاكره وفشلت كتير يعني. ما اعمل هي جدول صعبة أوي مذاكره الجدول وامشي عليه وافشل. بس كان عندي نقطه كده، ان انا حتى لو فشلت اعمل جدول تاني. مم. لو مشيت يومين وفشلت في التالت اعمل جدول كمان. جدول أسبوعي بقى ولا جدول انا يومي؟ فشلت في كذا جدول يعني، كنت اعمل جدول اسبوعي فمش بكمله، فبقيت ان انا اقلل الكميات في الجدول. طب ايه الأحسن دلوقتي؟ بص، هي مهارة تنظيم الوقت مهمة جدا، تمام. بس مهارة تنظيم الوقت مش معناها ان انا انظم الوقت نفسه، معناها ان انا انظم الاولويات. يعني مم. ايه اللي يتذاكر الاول وايه اللي يتذاكر التاني، هي دي اهم حاجة عندي. يعني انا اتعلمت حاجة، ان انا اذاكر الحاجة الصعبة الاول. صعب انجز لا. انجز الصعب، السهل يخلص تلقائيا. حلوة أوي دي، يعني حلوة دي الجملة ده دي. كان مبدأ ليا في المذاكرة يعني. مم. عندي مادة سهلة ومادة صعبة، انجز الصعب الأول، هو السهل كده كده هيخلص. مظبوط صح. مم. لكن الصعب عندك ابدأ بيه الأول، هتخلصه على طول. طيب عايز بقى فكرة تحضير الامتحانات وأنا داخل خلاص. امتحان الثانوية. الثانوية عامة اللي هي تالتة. اه أنا جايب مجموع في تانية ثانوي 83. قدامي هدف ان انا اجيب فوق ال90 عشان اعلي المجموع ايوه، انا كنت بتاعي. عايز اجيب مجموع اعلى، بالظبط. لان انا عايز اخش كلية مجموعها عالي. مم. تربية كان. تجهيز اه الامتحانات بقى والحاجات دي مرت على حضرتك ازاي؟ بص، ما كانتش فترة سهلة، عشان مم. اقول لك برضو يعني كانت فترة صعبة، ومرينا بوقت كان فعلا ما كانش سهل علينا. دي سنة 2000. اه سنة 2000. اه تمام. لدرجة ساعات كان الواحد بيحلم من الامتحان، كتر الضغط والتوتر والقلق. مم. اه طبعا خوف. طب عايز اسال برضو سؤال لفت انتباهي دلوقتي يعني. حضرتك درست علم نفس وفلسفة في تالتة ولا اه علم نفس بس؟ علم نفس بس. علم نفس بس. اه خدت انا اقتصاد واحصاء. اقتصاد واحصاء. ايوه. اه. طيب احنا دلوقتي عندنا 2 مدرسين اثروا في حياتي. لا هو بصراحة في كتير يعني، بس هم دول اللي يعني كانوا العناصر اكثر الرئيسية اللي احنا اتكلمنا عنها. تأثيرا. ايوه. حد في الابتدائي. تمام. مس اه اماني. من اول اعدادي مس اماني. في الاعدادي. اه ما زالت لحد النهارده اه يعني. ومستر حمادة في الثانوية العامة. اه
تمام. انا عايز بس ارجع تاني للموقف اللي تم ما بين حضرتك وبين مستر حماد. الشعور بقى وقتها. مستر محمد كان في الفترة دي كان سنه صغير، يعني مم. احنا كنا قريبين، يعني ما كانش فرق سن كبير بيننا وبين بعض، يعني هو بادئ بدري. مم. فده كان ما فيش مسافة بيننا وبين بعض، ما فيش فرق أجيال كبير، مم. فكان قادر يتفاهم معاك، كان قادر ان هو يتكلم اعتقد معاك ان ان ده نفس النهج برضو اللي حضرتك اتبعته. طبعا، ما انا بقول لك انا اتعلمت من المواقف اللي انا مريت بيها. ما هو نفس الفكرة، انا عمال اجيب نفس المواقف بتاعة المدرسين الافاضل اللي اثروا في حضرتك عشان نوصل في النهاية لتكوين شخصية مستر زكي ايوه فكري في طبعا، النهاية. هم اثروا فيا جدا يعني. مم. بص، اللي اثر فيا يعني عائله، مدرسين، اصدقاء، انا استفدت من كل ده. كل البيئة المحيطة. استفدت منهم جدا جدا يعني في حياتي. طيب عايز برضو انتقل لحاجة مهمة كده. 93 94 ثانوية عامة، الاتنين على بعض 88 وحاجة من 10. 83 ومثلا فوق ال 93. يعني امم نقول 94. اه الاتنين 88. تمام. البيت بقى تلقى الخبر ازاي؟ فرحه كبيره طبعا. مم. طب هي النتيجة وقتها كانت بتظهر على النت بقى ولا كنا بنروح نجيبها من المدرسة لا لا ولا لا، ايه؟ بنسمعها تسمعها مش، لا مش على النت، احنا بنروح امال ايه؟ نجيبها. في المدرسة. اه الورق موجود في المدرسة روح بقى ونروح شوف نجيبها. نتيجتك جبت كام بقى. مين بقى اللي جاب النتيجة؟ الصراحه مش فاكر اه يعني، مش قادر اتذكر يعني، بس هو كان المجموع كويس، فكان في فرحه في البيت حلوه بصراحه يعني. بس سنة 2000 فترة بسيطة يعني آه، احنا نفتكر كل التفاصيل. مش فاكر صدقني الحته مم. دي، بس فاكر انا عرفت النتيجه، فكان فرحه. بص، احلى احساس في الدنيا الثانوية هو العامة. احساس النجاح. طبعا طبعا اكيد. فكره النجاح دي هي اكتر انجاز الانسان ممكن يعمله في حياته. مم. يعني لو قست انت فرحه اي انسان باي حاجه ما تجيش قد فرحه الانسان بالنجاح. طبعا. فكان رد الفعل كان كويس جدا في العيله، وكله كان مبسوط بصراحه، ويعني وبفضلهم طبعا. انا خدت دعم من العيله كلها بصراحه مم. يعني. ما عنديش فرق بين عيله ابويا وعيله امي، انا بحبهم كلهم يعني، وعلاقتنا مع بعض يعني دايما في تحيز لعيلة الأم أكيد. لا، عندنا كله زي بعضه مم. يعني. انا احب عمامي، احب خالي طبعا، كان قدوتي في حياتي يعني، الله يرحمه. الله يرحمه. كلهم بصراحه ناس، كله دعمني بصراحه يعني، كله مم. كان شايف فيها حاجه كويسه، مش مم. عارف ليه. لا كان عندهم حق. اه أكيد طبعا. يبقى احنا ربنا نقول يخليك. دلوقتي إن التجربة في الثانوية العامة أثرت على قراراتي بعد كده إن أنا أختار الجامعة. بس لحد الآن احنا لسه إنجليزي، ايوه، لسه بنفكر في الإنجليزي. انجليزي. اه طبعا، انا كان عندي انجليزي، تاريخ، علم نفس، دول انا يعني تمام، تمام فيه. مقفل دول كده تمام زي الفل يعني. طيب هنا بقى مم. النهاردة لو رجعنا تاني للثانوية العامة ممكن نغير حاجة؟ لو ممكن رجعت ثانوية نعدل عامة من نفسنا في وهتخيرني حاجة؟ بين ادب وعلمي، انا ادبي. مم. طب ادي حاجة ادي كده ادي اختيارنا رقم ثابت. واحد. اختيارنا لو ثابت. رجعتني ثانوية عامة وقلت لي احسن مادة عندك، هقول لك انجليزي، انجليزي. طب هل ده وبعديها علم ممكن نفس. يغير من مم. اختياري للكلية؟ لا لا لا، تدريس. لا مش قصدي، انا اه قصدي التخصص نفسه ما بين الانجليزي وبين علم النفس. لسه الكلية بقى، أنا لسه هروح احكي اه لك بقى اللي حصل في الكلية بقى. ما انا قلت لو احنا مم. مثلا رجعنا هل ممكن نختار انجليزي نبقى مدرسين انجليزي؟ انا الفكرة ان انا اكون مدرس انجليزي هي المسيطرة عليا لحد لحد دخول الان الجامعة. خلاص احنا دلوقتي مدرسين انجليزي. ايوه، تمام. انا كنت اتمناها بصراحة ان انا اكون مم. مدرس انجليزي يعني. اتكلمنا برضو على يعني الانفعال اللحظي بمجموع الثانوية العامة في البيت، ده احلى قصة كبيرة برضو. احساس ممكن ولي الامر يحسه نجاح ابنه، مم. لدرجة ان ولي الامر بيعيط. مم. ولي الامر، تخيل يعني ولي امر بهيبته كده وتلاقي دموع نازله، دموع نازله مع ضحك، مم. ما تجيش مع بعض يا جماعه. بس مش انت اللي نجحت، هو اللي نجح. حس بتعبه فيك. ما هو الاب والابن حاجه واحده يعني. مثل يقول لك من اطعم صغيري بلحه حلاوتها تنزل في جوفي. انت مم. لو اكلت ابني بلحه كانك انت اللي اكلتني، طعمها ينزل عندنا. فنجاح الابن بينعكس على الاب. ده في اباء كتير ممكن ما يكونش مثلا كان نفسه في حاجه وما عرفش يعملها، يعوض ده في ابنه. مم. يعني يخلي ابنه انا عايزك تتعلم كذا، انا عايزك تخش كليه كذا، انا عايزك تلعب اللعبه الفلانيه، الحاجه اللي هو ما قدرش يعملها يعوضها في ابنه. فنجاح الابن هو نجاح للاب والام. طبعا. وصلنا بقى للرغبات. اه الرغ... دي كانت حكايه دي الرغبات بقى. الرغبات يلا. اول مره نتعارض بقى مع رابط جامعه في البيت بقى. حضرتك انجليزي لحد الان. انا تربيه، تربية ما وانجليزي. تقنعنيش باي حاجه غير التربيه. تمام. اه والدي كان عايز يدخلني كليه اسمها تجاره بريد او تجاره خارجيه. اه آه، اللي هم بيشتغلوا في مكتب البريد فيما ايوه، بعد يعني. تخلصها تخش بريد على طول. كانت ايوه. كليه جامعه حلوان.
ياه. ودي التوظيف فيها كان مباشر، يعني مجرد ما تخلص هتقعد 7 ايام تتوظف. مم. فوالدي قال لي فرصه ما تسيبهاش. قلت له انا تربيه. قال لي لا، دي احلى، تو تربيه. فخالي دخل في الحوار. خالي ده طبعا ما تخيلش معزته عندي شرف بيه طبعا. وقدوتي، مم. يعني الله يرحمه. يعني الله كان يرحمه. كان عنده حكمه كده، كنت دايما احب اشوره مم. واتكلم معاه لان كان دايما متفاهم في الكلام. قال لي انت عايز تو تدريس؟ قال لي خلاص اقنع بقى بابا. خلصانه. مم. احنا عندنا احترام، كله يحترم بعضه كده يعني. فكان عندنا رغبات بقى مش على نت، كانت عباره عن طوابع بتتلزق. يديك ورقه كده مش عارفه زي 80 رغبه ولا 90 رغبه او 70 تقريبا، وكلها مربعات. أيوة. مربعات انت بقى تاخد ومعاك ورقه تانية فيها زي طوابع كده باسم الكليه. اسم الكليه رحت واخد انا كليه تربيه، شايل الطبعه بتاعتها اللزقه بتاعتها وحاططها في اول اختياري. شكرا، كملوا انتوا الباقي بقى. مم. وسبتهم ومشيت. واحنا ضامنين ان المجموع كده انا كده خلصانه يا جايبنا باشا، تربيه. خلصانه معايا. تمام. خلصانه وعارف انها تنسيق هيجيبها وعارف مجموعه هيجيبها. انا كنت معدها بياما يعني. طلع التنسيق. طلع التنسيق وجات لي كليه تربية. تربيه. طلعت ترشيح كليه طيب. تربيه كفر الشيخ. الاقسام الداخليه بقى. انجليزي. ده احنا لسه مصرين لحد النهارده. ايوه، ما فيش اصلا علم انا نفس لسه في كليه مستني تربيه. نقطه التحول اللي هتغيرني من انجليزي لا، لعلم نفس. إنجليزي انا يا مستني تاريخ. النقطه دي. انجليزي يا تاريخ. اي يعني علم نفس لسه اصلا مش ما موجود. فيش علم نفس في كليه تربيه. لا بالراحه بقى، واحده واحده. ايوه احنا كده كتبنا الرغبه ايوه كليه تربيه. خلصان. جات لنا كليه تربيه خلاص. الحمد لله. دخلنا اول يوم الجامعه. ايوه قسم انجليزي. خلصانه. حضرنا حاجه. ما دخلتش، ازاي؟ فاتني على نص درجه. في التنسيق تنسيق داخلي. ايوه لاول سنه التنسيق الداخلي يرفع رفعه جامده جدا. طب المجموع في الانجليزي بقى كان كام؟ المجموع ما انساهوش، انا ما انساش. كانت درجه من لا 50. 50. فانا كنت ناقص 3 درجات. 57. والتنسيق الداخلي ساب درجه. ساب درجه. يعني انت من 50، التنسيق الداخلي من 49. واحنا جايبين 47. وانا جايب 47 ونص. وقفت على حاجه بسيطه. فقدمت التماس والحاجات دي، قال لي لا. مفيش. فطلعت لعميد الجامعه، قلت له انا عايز اعمل التماس، انا عايز اخش كليه قسم انجليزي. قال لي انت جايب كام في علم النفس؟ قلت له جايب 50 من 50 بس عايز اخش انجليزي. قال لي انت هتخش علم نفس. ده اللي قالها لي مين بقى؟ العميد. تخيل انا فكره الجراءه ان انا اطلع عند عميد الكليه والحاجات دي، انا هدفي بيروح مني، تعرف كده. مقرر من مش البدايه. هضحي انا كده مقرر من تانية سنه. ايوه، فما اعرفش ايه الجراءه اللي خلتني. حد قال لي اطلع للعميد قدم التماس، حد في شؤون الطلبه يعني وممكن يتقبله. طلعت وراجل كان محترم جدا، دكتور محترم جدا بس مش فاكر اسمه حقيقي. فقال لي انت جايب كام في علم النفس؟ قلت له انا جايب 50 من 50. قال لي ما تقلقش، اسمك هينزل في علم النفس. قلت له علم النفس ايه؟ مفيش اساسا قسم علم نفس في تربيه. قال لي اول سنه هينزل قسم علم نفس في كليه تربيه كفر الشيخ السنه اول دي. سنه. حضرتك كده اول دفعه. انا مش كاتب في الرغبات علم نفس. مفيش. ما هو مش كاتب، مفيش بقى في مفيش. الرغبات علم نفس. ايوه فانا قلت له بس علم نفس ايه؟ لدرجه زمايلي كانوا مقدمين معايا مشوا من الكليه، يعني نقلوا كليه التجاره بتاعه البريد دي. ايوه. وانا مصر انا مصر على تربيه. فلقيت اسمي نزل اوتوماتيك علم نفس. 50 من 50 طبعا. نزل كده اوتوماتيك. كنا بالظبط 86 طالب. 6 صبيان و80 بنت. 6 صبيان. ايوه بص، 86 اخ، مش 86 طالب. عدد كبير برضه. مش كبير قد ما كنا دفعه، اول دفعه كليه تربيه كفر الشيخ قسم علم نفس. قسم مميز، طلبه مميزه، اسره. 86 مش طالب، 86 اخ واخت. هنا نيجي بقى على الكميه اللي موجوده دي، فرصه التفوق في العدد ده بقى. وانا لسه انا انجليزي يعني انا لسه جاي من صدمه الانجليزي. ايوه طبعا كانت صدمه كبيره بالنسبه لي يعني. وما كنتش متخيل ان اكون في علم نفس بصراحه. دخلنا علم نفس. دخلت علم نفس. اول محاضره استمتاع. لاحظ ان كان عندي خلفيه كويسه. ايوه طبعا في ثالثه سنه. طبعا. ويرجع طبعا للمدرس اللي كان بيأسسني فيها يعني، وحابب الماده وحابب اكتشف. والماده بقى دخلت. لاحظ انت برضو المعامله الدكاتره معانا كانت معامله مميزه غير اي دفعه تانية. ليه؟ لان انت اول دفعه، مفيش لسه كتب طلعت، فكانوا بيتعلموا ويبداوا. طبعا عارف انت التجارب الاولى. ايوه. فكان المعامله معانا حلوه بصراحه، ما كانتش وحشه.
عاملونا كأننا عيالهم، ما كانش حد يبخل علينا بأي معلومة. المعاملة باحترام شديد، حببونا في القسم. وطبعا غير الحافز بقى ان انت قسم جديد، فانت ممكن تكون معيد في الكلية، فانت ممكن تبقى كذا. كمية المنافسة كانت فوق الحد اللازم. كان في عيال دحيحة بشكل مش ممكن حد يتخيله، كله متفوق وكله شاطر، ما شفتش حد في الدفعة دي خايب. واكيد كان اختيارهم كلهم 50 من 50. كله طبعا مقفل المادة، اه. كله مقفل، كله شاطر وكله مقفل. بقول لك دفعة كلها دحيحة. طيب احنا بقى هنعمل ايه وسط الناس دي؟ ما ده بقى كانت المشكلة بقى، ان اه. انت وسط وحوش، فانت لازم تاخد بالك من نفسك بقى. بس فرصة التفوق برضو وسط الناس الكبيرة المتميزة لاحظ بتشجعك برضه، اكتر. لاحظ يا استاذ محمد في حاجة، ان انت ما عندكش خلفية عن الكلية. امم. يعني انت مش عندك مثلا فكرة ان هم هتعمل ايه، لسه قسم جديد، مش عارف اسأل حد اكبر مني اعمل ايه في المادة الفلانية. فده طبعا اثر معانا جدا يعني في المذاكرة. طب انا عايز ارجع لحاجة بقى. اتفضل. احنا قلنا لبابا احنا انجليزي، ايوه طبعا. فبابا هنا متوقع ان ابني تربية قسم انجليزي. بالظبط. تمام. خد الخبر ازاي بقى بقيت تربية هما علم كلهم خدوا نفس؟ الخبر. ما دي حتة لازم نرجع كلهم لها خدوا برضه. الخبر كصدمة يعني. من مش صدمة انجليزي صدمة لعلم مش النفس. الصدمة اللي اياها، بس يعني فكرة انت كنت مرتب نفسك على حاجة وما جاتش هي، فخلاص يعني الحمد لله على كل حاجة. خلاص رضوا بالامر الواقع بقى. تمام، انت مرضي، تمام خلاص خلصت. يعني نقول ان كمل. التخصص ما كانش قناعة من البداية. التخصص ما كانش في دماغي، انه ما كانش موجود في الكلية اللي انا عايزها. ايوه. انا كنت عايز الكلية نفسها وما كانش فيها التخصص ده، فانا كنت بفكر في تخصص تاني. امم. فلما ما جاش التخصص التاني جاي بديل، امم. واقتنعت بيه ومشيت معاه. طيب خلاص هل بقى حضرتك ربنا هو اللي رايد لي حاجه زي كده، فانا خلاص انا هكمل بقى وهو اللي يشوف لي الصالح بقى. طبعا كنت لوحدك بقى لوحدي في ايه؟ في القسم؟ انا اتعرفت بقى على الصحبة بقى اللي كانت موجودة، كل الناس ايوه حولت ايوه راحت حلوان بقى. صحابي اللي هم البنين يعني، مم. هم حولوا طبعا معانا طبعا بنات من اهل بلدي. وطبعا كلهم مراكز دلوقتي كويسه الحمد لله يعني، مم. ناجحين وكويسين. بقينا لوحدنا اه بنخوض التجربة منفردين. صح. مم. سنة أولى عدت. السنه الاولى عملنا ايه كانت صعبه بقى؟ بالنسبه لنا شويه كتير جدا يعني، لان انا مش عارف اذاكر ازاي. يعني عارف انت واحد داخل كليه نظام ثانوي غير نظام كليه، ففي مفيش تكيف. مم. مش عارف اذاكر ومفيش حد اساله اعمل ايه. مم. فدي بس مرت كان علينا في بصعوبه شويه. كان في مساعدة من الدكاترة اللي معانا. كان ما حدش بيبخل علينا باي حاجه خالص تمام. يعني. أولى بقى تقديرنا تقديري في اولى كان جيد مرتفع. حلو أوي. مم. عدينا أولى. ايوه. تانية خلاص بدأنا نفهم الموضوع شوية. خلاص بقى وتذاكر اكتر. مم. انت عايز تجيب اعلى من التقدير ده، الدحي بقى كله اشتغل بقى يا ريس بقى. كل ال 86 مذاكرة. واحد بقى. يا نهار ابيض. مم. صراع. تنافس. انا قايل لك احنا كنا 86 اخ. مم. مفيش حد يعني، ما سمعتش ان مثلا فلان زعل فلانه، او فلان ضايق فلانه، او فلان اتضايق من فلان. بالعكس، ده احنا كنا وعلاقتنا ما زالت مستمره لحد النهارده. طبعا أول دفعة علم نفس لازم. بجد مستمره لحد النهارده. ولو شفنا اي حد بنسلم او حتى على الفيس مثلا بنعلق، يعني حاجه كويسه جدا. مم. ده حاجه، وكلهم مراكز حلوه. ما شاء الله. بجد يعني كلهم ناجحين بصراحه. انا محظوظ في فكره الاصدقاء. لا أنا كده يعني محظوظ في الابتدائي. محظوظ فكرة في الأصدقاء. الاصدقاء والمدرسين. الإعدادي لا اه المدرسين خلاص احنا اتكلمنا عنهم. اه في يعني حظ جيد في اختيارهم يعني. ايوه الحمد لله. طيب تانية بقى التقدير. جيد جدا. رفعنا كده ولا نزلنا؟ ده طلعت. احنا كنا جيد مرتفع بعد كده جيد في سنة جدا. أولى، بعد كده جيد جدا في بعد كده تانية. جيد جدا، بعد كده امتياز. طيب هنا بقى امتياز ده في رابعة. ورابعه. في رابعة. مم. طيب هنا بقى هل بدأنا ندرس؟ بدأنا نمارس المهنة في كليه. في الكلية. سنة كام بقى؟ من سنه اولى، بس أولى؟ مش تدريس. اه عارف انت البوادر، مثلا في تجربة حد من التدريس، الجيران مش فاهم حاجه اشرحها له في مثلا علم نفس برضه مش حاجة تانية. خلاص بقى. اه خلاص بقى انجليز بقى بدات انساه يعني. خلاص بقى 4 سنين دراسة أكيد هينسوني. خلاص بقى من سنه اولى بقى خلاص. أنا لسه في انا أولى. اتجاهي تمام، خلاص تمام. علم نفس. خلاص ده يعني حلم خليه على جنب كده، وابدا بقى في الحاجه اللي ربنا كاتبها لي. بس نقول إن احنا بدأنا ناخد تجربة من الكلية، مم. بدأنا نطبقها بقى على أرض الواقع شوية، بدأنا خبرتنا تزيد. تمام. طيب أنا عايز أخد موقف أو تجربة أول طالب بندرس له علم النفس. كتدريس ولا في كليه ولا لا ولا كتدريس. كتدريس. لا أنا عايز أخد الأول تجربة أولى كلية.
بص اللي هو هو انا عارف ك انت فكره، عارف انت فكره بقى جيرانك، بقى قرايبك حبايبك، لو في حد مش فاهم حاجه في ثالثه ثانوي في علم النفس تشرحها له. تمام. فكانوا دايما يقولوا بقى كلام حلو، يعني مثلا انت شرحك كويس، ما بقاش عارف دي مجامله ولا دي عشان خاطر انا قعدت معاك شويه، بس كانت الكلمه حلوه. مم. فالكلمه تحببني، زائد بقى فكره في الكليه فكره بقى الايه تلخيصات. تلخيصات اه طبعا، لزمايلنا بقى. ده انا كنت دحيح في التلخيصات. اه. اديني كتاب الخصه لك كله حلو من ده. الجلده الجلده، مم. وممكن اذاكره لك كمان. دي حاجة معروفة. اه دحيح يعني، كنا بحب المذاكره، انا كنت حلو. بعشق المذاكره وقعده المكتب. ممكن اقعد انسى نفسي ساعتين 3 4 5 6 7 انسى. هنيجي لفكرة التحضير دلوقتي للشغل، ده هنتكلم عنها كمان شوية. لا كمذاكره كمان، يعني كمذاكره كمذاكرة. كنت اقعد ساعات. انا عندي معلومات ان حضرتك لا زلت الى اليوم بتذاكر، يا نهار ابيض. ولا زلت اليوم مم. بتحضر. ده انت عامل تحريات جامده. يعني شوية عشان بس ما نبقاش قاعدين كده واحنا مش اي عارفين. كل المعلومات عندنا. تمام كويس قوي. طيب، وصلنا كده سنة رابعة امتياز. ايوه الحمد لله. كده التوتال كله كام بقى؟ جيد جدا. جيد جدا. اه كده احنا خلاص سنة رابعة، تمام. خرجنا بقى من الكلية. خرجت بقى من الكليه بقى. بدأنا بقى فكرة الشغل التدريس. طبعا تدريس كان فيه في أيام الجامعة تدريس بس حاجات البسيطة. مم. بدأت بقى مش كان ناخد في بقى كان في عملي الأول اللي هو في تالتة ورابعة؟ طبعا تدريس، كانت الكلية بنطلع نعمل تربية عملي مم. في الفصول.